ركبت توك توك قبل كده، او مشيت وراه في شارع زحمة، او عديت على موقف تكاتك؟ طب اتعلمت حاجة من التجربة دي؟ اهلا بيك عزيزي في مساحة فراغ جديدة. ان كنت حابب تشرفني النهاردة، انت عرفت خلاص بقى. هات كوباية الشاي وسندوتش الحلاوة وتعالى. الفلسفة مش موجودة بس في كتب، الفلسفة عندنا مكتوبة على الزجاج الخلفي. بس لإيه بقى؟ للتكاتك. تعرف ان التوك توك كائن فلسفي ناشر للفلسفة. الناس مش لازم تكون قرت نيتشه أو ديكارت عشان تلاقي عندها فلسفة. يكفي وهي ماشية كده، أو بتوقف توك توك، أو توك توك معدي قدامها في إشارة، تلاقي مكتوب عليه اللي باعنا خسر دلعنا. يا أخي الغريبة إن الكلام ده لما تشتري تيشيرت مثلا جاي من بره ومكتوب عليه بالإنجليزي، تلاقي مكتوب if you love something let it go. يا سلام. يعني احنا كاتبينها على ظهر التوك توك بالبوية، وهم عاملين لها برنت على التيشيرت. الغريبة ان الاستيكر اللي موجود ده على ظهر التوك توك، تحس ان ليه دلالة، ليه معنى. تحس ان هو بيعبر عن هوية، تحس انه بيطرح سؤال او بيجاوب على سؤال انا مين وبفكر ازاي. يعني لما تلاقي واحد كاتب مثلا انا غلبان بس راضي، ما هو ده معبر عن فلسفة الرضا الشعبي اللي موجود عندنا. تمام. وعلى فكرة في الغرب تلاقي نفس الكلام ده. it is what it is. تمام. في قبول بالواقع سواء في القاهرة او في نيويورك اذا كان فيها تكاتك طبعا. او تلاقي واحد يقول لك ملك الطريق. يا سلام عليك. born to be wild. نفس الغرور بس بالشياكة بالانجليزي شوية يعني. او تلاقي واحد كاتب مثلا جريح من زمان، فتلاقي مقابله على طول الترجمة الانجليزي what doesn't kill you make you stronger. هما الاتنين موجوعين، بس الخط مختلف والشكل مختلف. الغريبة ان احيانا بتلاقي عبارات على التوك توك دي فيها نوع من الاحتجاج الساخر كده، نوع من المقاومة، بس يعني بشكل ضاحك شوية. تلاقي واحد كاتب كده على التوك توك اركب اركب وسيبها على الله. تمام. هو عايز يقول لك انا وضعي صعب. وممكن تلاقي برواز شيك مكتوب عليه keep calm and carry on. نفس الفلسفة ونفس المفهوم في عبارات بسيطة، بس هما بيقعوا على هدايا واحنا بنحطها على ظهر التوك توك. تمام. او يقول لك don't trust the system. طبعا مش هقولها بالمصري عشان ما نروحش في داهية. كويس. فالفكرة ان نفس الفلسفة هي. تمام. احنا بنضحك عليها وهم بيعملوا عليها بودكاست وبيتكلموا وبيناقشوا المسألة دي. انا عايز اقول لك ان الستيكرز دي يعني موجودة حتى في حياتنا اليومية، حياتك انت الشخصية. انت احيانا يعني بيبقى فيه كده عبارات تقدر تقول عليها كده معلبة في ذهنك، استيكرات كده. حد يسألك اه، ايه ظروفك، ايه الامور، مش فاضي، يحصل حاجة قدر الله. تمام. حابب ترخم على حد تقول له انا كده. تمام. على فكرة النسخة العقلية دي مش موجودة عندنا احنا بس، لا لا لا، موجودة في العالم كله. يعني يقول لك no time to waste. تمام. it's God plan it's God's plan. تمام. you do. تمام. يعني في جمل كده احنا بنخبيها في دماغنا وبنعيش بيها وبنقنع نفسنا ان هي كفاية. الخلاصة اللي انا عايز اقولها ان في رسائل بتجيلك في الزحمة. تمام. ومكتوبة وممكن تكون معبرة جدا عن اللي جواها الشخص اللي جوه التوك توك يعني يقولك محدش بياخد منها حاجة. تمام. you can't take it with you. خلاص. او سيبوني في حالي. leave me alone. تمام. رزق على الكريم. trust the universe. نفس المفاهيم، تحس ان هي يعني هي ثقافة بشرية، فلسفة بشرية موجودة، نفس الجوهر. ناس بتحاول تفهم الحياة وتضحك عليها في الطريق. الحقيقة ان الفلسفة مش بس في الجامعات وفي الكتب، لا لا، ممكن تلاقيها على ظهر توك توك، ممكن تلاقيها موجودة على تيشيرت. تمام. الفكرة ان ال الكلام اللي مكتوب او العبارة دي بيقولك انا هنا، انا بفكر، انا موجوع احيانا بس لسه بهزر.
المهم ان احنا لما نشوف الكلام ده، هل هيبقى عندنا القدرة على ان احنا نضحك واحنا في الزحمة دي؟ تمام؟ هل نقدر نقول keep going او اركب وسيبها على الله؟ الحياة مكملة بالعافية او الابتسامة مكملة. حاول تفكر وتتعلم من كل حكمة بتظهر قدامك، يعني دي وجهة نظري. ما تخليش عقلك يبقى مشغول في امور روتينية وتمر عليك الرسائل دي بدون ما تتفكر فيها، لان ممكن الرسائل دي ما تكونش عشوائية، ممكن تكون رسالة ليك انت شخصية. في الاخر عشان ما اطولش عليكم، اذا كان في نصيب ممكن نتقابل في مساحة فراغ تانية، وممكن ما نتقابلش، وزي ما اتفقنا قد نلتقي او لا نلتقي، لكن الاكيد احنا مش هنعرف بعض. سلام عليكم.